أهلا هلا باللي لفانا وحياه، قلته وانا قلبي من الشوق ضامي، ربيع قلبي مثلكم واتمناه انه يشرفني وهذا مرامي. اهلا هلا باللي لفانا وحياه، قلته وانا قلبي من الشوق ضامي، ربيع قلبي مثلكم واتمناه انه يشرفني وهذا مرامي. عيدنا والثالث على القلب محلاه، تشريفكم لديارنا يا الحشامي، باسمي واسم ربعي هلا العز والجاه، من وين ما جيتوا هلا يا الكرامي. اهلا هلا باللي لفانا وحياه، قلته وانا قلبي من الشوق ضامي، ربيع قلبي مثلكم واتمناه انه يشرفني وهذا مرامي. عيدنا والثالث على القلب محلاه، تشريفكم لديارنا يا الحشامي، باسمي واسم ربعي هلا العز والجاه، من وين ما جيتوا هلا يا الكرامي، باسمي واسم ربعي هلا العز. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس ابتلت الأرض بسقيا رحمة من رب السماء، واليوم ابتلت الأنفس بسقيا حضوركم، شيوخنا الأفاضل، ضيوفنا الأعزاء، من أينما حللتم وإلى هنا وطأتم، أهلا وسهلا في داركم الثانية في مدينة الحفير، وبين إخوانكم أبناء عشيرة العجي، في مضيف الأخ الفاضل نافع بن محيا الحسيان، فأهلا وسهلا بالجميع. ضيوفنا الكرام، نرحب بكم بما تجود به الأيادي والكلمات، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. كلمة ترحيبية بهذه المناسبة للأستاذ نافع بن محيا الحسيان، فليتفضل. مساكم الله بالخير. والله ما عندي كلمة ولا عندي شيء. يقول خلف بن جزاع بن عيبي، يقول اللي يجي لك عالي وقتنا اليوم هذاك عده عامل بالجماله، وانا اعتبر جيتكم لي اليوم اعتبره جماله لكم كلكم. الله يحييكم وساعة مباركه. نشكر الأخ نافع بن محيا الحسيان على هذه الكلمة الترحيبية. حضورنا الكريم، كلمة للشيخ الفاضل عيادة بن عبد الله الخليفة، ويلقيها بالنيابة الابن عبد الرحمن بن عيادة الخليفة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمامكم نيابة عن والدي نظرا لظروفه الصحية لإلقاء هذه الكلمة وليشرف بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم الذي والله لو لم يرد غيره لكان أعظم باعث للمؤمن الموفق على مجاهدة نفسه على حسن الخلق والإحسان إلى الخلق. روى الطبراني
وابن أبي الدنيا بسند حسن وقد حسنه الألباني وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لا يقول هذا الكلام جزافا ولا يحسب له حسابا، جاء به بصيغة التفضيل. هذا أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس إيمانا وأحسنهم إسلاما وأرفعهم مقاما. من هو يا ترى أحب الناس إلى الله؟ أنفعهم للناس. انظر بارك الله فيك إلى التأكيد هنا، لم يقل أنفعهم للمسلمين أو للقريبين، قال أنفعهم للناس. أنفعهم للناس بماذا؟ بكل نفع ممكن، سواء كان نفعا بالتعليم والإرشاد وهداية الناس إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فهذا من أعظم النفع وأجله. أو نفع الناس أو أنفعهم للناس بجاهه ومكانته وشفاعته الحسنة لهؤلاء الخلق، أو أنفعهم للناس بمشاعره ومواساته لهم ومعايشته لآلامهم وآمالهم والسعي في تفريج كرباتهم، إما بنفسه أو بالسعي لدى الآخرين ممن يستطيع الوصول إليهم، فهذا أحب الخلق إلى الله، إنه أنفعهم للناس. ثم يقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه مؤكدا هذا وضاربا بعض الأمثلة المهمة لنفع الناس، قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيا للعجب، سعيك مع أخيك المسلم في قضاء حاجة، سواء قضيت هذه الحاجة على يدك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك وحاولت، ولو لم يستغرق منك سوى دقائق معدودة، أحب إلى الله وأزكى عنده وأعظم أجرا وأثقل في الميزان من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي. وكما تعلمون أن المسجد النبوي تضاعف فيه الصلاة ب1000 صلاة. ثم يقول في آخر الحديث: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. إن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الإسلامية العالية الرفيعة التي ندب إليها الإسلام وحث عليها المسلمين، بل جعلها من باب التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من نعم الله على العبد أن يجعله مفتاحا للخير والإحسان. جاء في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وكذلك يسخره لقضاء حوائج الناس. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن لله أقواما اختصهم بالنفع لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. والسعي في قضاء حوائج الناس هي من أحب الأعمال إلى الله وأعلاها وأزكاها، وهي سبب للمغفرة وتثبيت أقدام العبد على الصراط يوم القيامة، وهي سبب أن يكون الله تعالى في عون العبد وحاجته ما دام في عون أخيه وحاجته. أيها الجمع المبارك، ما ذكر من الأحاديث في هذه الكلمة ينطبق على الشيخ فهد بن عبيدة نيان والشيخ ممدوح بن طلال بن عمال وعلى أمثالهم من الرجال الذين يسعون في الصلح والإصلاح وقضاء حوائج الناس وإخراج السجناء من غياهب السجون، فهنيئا لهم بالأجر والثواب. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما يبذلون من الجاه والشفاعة وقضاء حوائج الناس في ميزان حسناتهم يوم أن يلقوا ربهم.
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ ولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، رحبوا معي بشاعر برزان الشاعر ممدوح بن مرضي أنشيط، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم نيابة عن الخال نافع الحيا، رحب بضيوفنا من دولة الإمارات ومن دولة الكويت الشقيقة وبالجميع. يقول باسم الجموع السبع سبع مهيبات، باسم الجموع السبع سبع مهيبات، أزمل ويزمل دوننا من نوانا. هلا ومرحب في ضيوف الزميلات، هلا بكل ضيوفنا وقصرانا، أهل الديار اللي هنا والقريبات واللي تعنا من بعيد وجانا. هلا 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 والفين بأهل الإمارات وأهل الكويت وربعنا وقربانا. حييت يا الكندي تكرر المرات، وهلا بخليفة والصريدي معانا. ضلع الخشب رحب وغيم السماوات، زفت مطر ترحيب باللي لفانا. هلا باسم نافع نسوق التحيات صوب الحضور، وباسم منه دعانا. في ظل ابو فيصل نروم الطويلات، متحيزمين بفعلكم يا ذرانا. فهدنا كل ما صار ميلات من في ظل ابو فيصل نروم الطويلات، متحيزمين بفعلكم يا ذرانا. فهدنا كل ما صار ميلات، من غير اخو زقام يدمع حطانا. منحيد وفعوله كبار وجزيلات، وفاه خالط جودنا مع وفانا. اضرب بنا الهامه وحنا لك اثبات، حنا الوفاء يسري بنا مع دمانا. وقفه شموخ وكل ابوها سهالات، ما هي غريبة من رجال ورانا. متسلسلين وفعل الأحياء من أموات، مجد تسلسلنا معه من طنانا. باسم الجموع السبع سبع المهيبات، هلا هلا مليون باللي لفانا. حضورنا الكريم، للشعر حضور مختلف في هذه الليلة. عزف على مفردات اللغة، لحن يطرب الأسماء. فرحبوا معي بالشاعر الإماراتي عبد الله الكندي، فليتفضل. ما عليكم زود يا اخوان جميعا. والله انا عندي ابيات بسيطه اهديها لكم، لكن قبل الابيات عندي ابيات بحرف الدال احب اني اسمعها لكم، وان شاء الله توفق. ابيات بحرف الدال يقول: كل عسكري ياخذ حذاء ينظر يمين ويحتدي، وانا معي لافظ لذا اخذت المعاني من الذي حل صعبات اللذا المستفز الجهبدي. كل عسكري ياخذ حذاء ينظر يمين ويحتدي، وانا معي لافظ لذا اخذت المعاني من الذي حل صعبات اللذا المستفز الجهبدي. مثله إذا يقبل إذا كنا هوى بارد عدي، مثله إذا يقبل إذا كنا هوى بارد عدي. وزن القصيدة يا كذا شطره فدا وشطره فدي، أهدي وكم شاعر هدى وكم قلت يا نفسي خدي. أهدي وكم شاعر هدى وكم قلت يا نفسي خدي. بعد التعطر بالشذا ماليش سوى الحال الردي، والشعر شروات الغذاء أشوف منه منفدي. والشعر شروات الغذاء أشوف منه منفدي. وفيها القوافي تلذذ ومن الوسوسة فتعودي، وش جابني في الدرب ذا وخذني كبير المأخذي. وش جابني في الدرب ذا وخذني كبير المأخذي. غير الرذا واكبر رذا
جني خطير وشعوذي مسلم ويسلم من لدى دامه معي ما ينأذي. غير الردى واكبر ردى جني خطير وشعوذي مسلم ويسلم من لدى دامه معي ما ينأذي. لمن امرت نفذا قال الاوامر نفذي. لمن امرت نفذا قال الاوامر نفذي. عنده جواهر نوخذه لولو ويكدي ودي طواشهن صابه بذا ارخص بهن عذره بدي. البسه شروات الحذا وارميه شروات الحدي. وكم قلت له يا حبذا ويا حبذا ويا حبذي يا فذ لا تتفذفذا عندي نفوذك نافذي. سويت لك منافذ المنافذ المنافذي. قال لي معاك التلمذة وعلى يديك التلمذي. سلامكم. يقول سلامي على شمر وزيده بمقداره يصلهم سلامي كل واحد وسط داره. الشمري والشمري والشمري وكل الزميل اقساطها وكل سنجاره. الشمري والشمري والشمري وكل الزميل اقسامها وكل سنجاره وكل شمري في بال آجا وسلمى وسلام اللحايل حارة حارة واهل الحفير اللي لهم من الوفاء سلام مني لصفوة القوم واحراره بيها جسد. واهل الحفير اللي لهم من الوفاء سلام مني لصفوة القوم واحراره بيها جسد مهووس لي عسعس الدجا يرقب نجوم الكون ويركز بصاره. بيها جسد مهووس لي عسعس الدجا يرقب نجوم الكون ويركز بصاره. وشيوخ شمر هم نجوم السما التي علت فرقة القطبين وتشعشع انواره. وشيوخ شمر هم نجوم السما التي سلام 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 سلام. سلامي على شمر وزيده بمقداره يصلهم سلامي كل واحد وسط داره. الشمري والشمري والشمري وكل الزميل اقسامها وكل سنجاره. واهل الحفير اللي لهم من الوفاء سلام مني لصفوة القوم واحراره بيها جسن مهووس لي عسعس الدجا يرقب نجوم الكون ويركز بصاره. وشيوخ شمر هم نجوم السما التي علت فرقة القطبين وتشعشع انواره. شيوخ رفعه للقبيله لهم العز والتقدير والفكر واسراره. شيوخ رفعه للقبيله لهم العز والتقدير والفكر واسراره. هم في الكرم بحر به الخير للبشر وزبن الدخيل اللي شعلت في الفلك ناره. هم في الكرم بحر به الخير للبشر وزبن الدخيل اللي شعلت في الفلك ناره. وانا جيت البي دعوه العز والكرم من دار زايد جيت عاني في طياره. وانا جيت البي دعوة العز والكرم من دار زايد جيت عاني في طيارة. لاجل الوجيه الغانمة جيت محتفل اجر شعري اجرجر جيوش جرارة. كندي اذا لاحت بوارق للشعر ارعد حروف القاف واسقيبها مطارة. لاجل الوجيه الغانمة جيت محتفل اجر شعري اجرجر جيوش جراره. كندي اذا لاحت بوارق للشعر ارعد حروف القاف واسقيبها مطاره. جد امرؤ القيس بن حجر بن كندة مدح جدكم قيس بن شمر بن اشعاره. كندي اذا لاحت بوارق للشعر ارعد حروف القاف واسقيبها مطاره. جد امرؤ القيس بن حجر بن كندة مدح جدكم قيس بن شمر بن اشعاره. وانا جيت دار اسلاف مروا بداركم
فيصل ويا حي باخباره. الله يطول عمرك، ما عليكم خير. الله يسلمك. الله يطول عمرك. شرفنا اليوم، شرفنا. الله يسلمك. حضورنا الكريم، وتستمر الألحان العذبة وتشدو في مسامعنا مختلفة ومتنوعة بأصيل الشعر والأدب. رحبوا معي بالشاعر الإماراتي خليفة الوالي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا بالإمارات نلبي دعوة أخونا الفاضل نافع بن محير، وتستوعبون كم عندي أبيات بسيطة بمناسبة هذه. أقول: صار الفكر في دار زايد يراعى، صار الفكر في دار زايد يراعى، مثل المسايد يوم تذهل مددها، والمد ضخ الود والراس ذاعه، في دار خنوره يفوز بوعدها. والمد ضخ الود والراس ذاعه، في دار خنوره يفوز بوعدها. جيتك يا ابو فيصل وكلي قناعه انك عضيد الروح وانك سندها. نافع بن محير وفي وندلاعه، مثل العيون اللي تعالج رمدها. نافع بن محير وفي وندلاعه، مثل العيون اللي تعالج رمدها. في لابتك يا اخوي مجد وشجاعه، شمر نعم شمر ونعم بعددها. في لابتك يا اخوي مجد وشجاعه، شمر نعم شمر ونعم بعددها. وشيوخ شمر صيتهم واندفاعه، غطى على شبه الجزيره رعدت. وشيوخ شمر صيتهم واندفاعه، غطى على شبه الجزيره رعدها. وافعالهم تسقي من الارض قاعه، غير السحابه يوم يبهر بردها. تسقي بها الحفير والحفل ساعه، في مجدي والنفس دورة سعدها. لو قلت وين اهل الكرم والصناعه، من دون شك ان الطرايا عمدها. لو قلت وين اهل الكرم والصناعه، من دون شك ان الطرايا عمدها. جيتك يا ابو فيصل وكلي قناعه انك عضيد الروح وانك سندها. حضورنا الكريم، الآن تستمعون لشاعر الكلمة والمعنى، لشاعر يعلم كيف يسرق منكم انتباهكم وإعجابكم بما يعزف من إبداعات شعرية. رحبوا معي بالشاعر ممدوح بن سماح العفري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبيض وجه نافع اللي جمعنا الليلة، والمشاعر أكبر من الكلام اللي انقال. حثيت رجلي ما حسبت المشاوير، لعيون ابو فيصل كريم الجبله. نافع فخر ربعه، ربيع المسير من لابت يشهد لها الكون كله. رجل كريم ومن رجال مشاهير، من لابت والفعل لبلج هلله. ربعي عيال عجي من دون تقصير، باولاد الازرم للكرم عزوه الله. الله يلهيك. انا راعي محل واحده منكم. ربعي عيال عجي من دون تقصير، باولاد الازمن للكرم عزوة الله. فخر السميل انصار ضرب البواتير، بمشوك يجلي اعلى سبت غله. ربعي هالفزعات والطيب والخير، خويه ما يشكي الضيم منه. ربعي على نطح المعادي مغاوير، بالطيب ما فيها منقاصه. وزله نعم بابو فيصل نزيها لسرير، الله عطاه من التماجيد حله. شاعر وديب يسطر القاف تسطير، شرد القوافي كل ابوها يدله. يقلط على ميدان الاشعار ويغير كسبه من الجزلات. يشهد سجله يا مرحبا ترحيب حشمه وتقدير عند النجوم النيره. ولا الا بضيوف ابو فيصل زبون المخاسير، يا مرحبا باسم الوفي في محل. حضورنا الكريم، فيض الكلام العذب يزهر في
بمسامعنا فينبت فيها الكادي والريحان. شاعرنا ينظر الحرف فيسقي الأسماع. رحبوا معي بالشاعر الإماراتي علي أصريدي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا. أقول طارشيش التحية والسلام للكرام اللي سكنوا أرض الحفير اللي لهم قدر ومعزة واحترام صوبهم وايد أهدي بالمسير اللي لهم قدر ومعزة واحترام صوبهم وايد أهدي بالمسير. وانقصت السير بوقف بانسجام عند لابا قدرها قدر كبير. وانقصت السير بوقف بانسجام عند لابا قدرها قدر كبير. شمر الأخيار عالين المقام ليلهم في ساحة الهيجان فير. شمر الأخيار عالين المقام ليلهم جزاك الله خير. شمر الأخيار عالين المقام ليلهم في ساحة الهيجان فير. يا خليفة شلني لو بالزحام خلنا وياك والكندي نطير. يا خليفة شلني لو بالزحام خلنا وياك والكندي نطير. من جدار انفعل فوق حام والثريا بدار زايد يستجير. من جدار انفعل فوق حام والثريا بدار زايد يستجير. لأن نافع بالمحيا كالغمام ارتوي في شوفته قبل الغدير. لأن نافع بالمحيا كالغمام ارتوي في شوفته قبل الغدير. طارشيش للتحية والسلام للكرام اللي سكنوا أرض الحفير. سلامتكم يا رب. اسموها للشيخ. صح لسانك حلوه القصيده. الله يعافيك. حضورنا الكريم بالشعر حضور مختلف في هذه الليلة. عزف على مفردات اللغة، لحن يطرب الأسماع. رحبوا معي بالشاعر سلطان بن عواد الشمروخي فليتفضل. جزاكم الله بالخير الجميع. الله يجمعكم على العز والمعزة كله وعساه دومه يوم إن شاء الله. يا بنات الفكر ثورا والله انه يوم عيد. ابيتنا ومسدام زدام يزحون رجالها. هذا القلم والحبر راهي واكتب انجزر القصيد لو شافها المنشد عنا للحن ثم شالها. هاتف عايل لابتي مداني يسلوب الجحيم. اللابت اللي ما خلت فوق الوضع بمثالها. يشوش راسي ياطر اللي دايم مفعول العتيد فعايل انتزها قصيدة الشاعر وقوالها. لله در اللي جمعكم يا اهل الراية السديد. بمحيا للمكارم شالها يقوالها. ما حسب لله در اللي جمعكم يا اهل الراية السديد. بمحيا للمكارم شالها يقوالها. ما حسب الحجم الخساير تاكل حساب الرصيد. سمن مشوبه من قديم كبارها وعيالها. له مجلس بالضيف هل لو قولة هل من مزيد. لله در اللي جمعكم يا اهل الراية السديد. بمحيا للمكارم شالها يقوالها. ما حسب الحجم الخساير تاكل حساب الرصيد. سلم مشوبه من قديم كبارها وعيالها. له مجلس بالضيف هل لو قولة هل من مزيد. ويا شايل الدله تقلط واسكبوا فنجالها. سلام يا رجال الحميه عد ما اهتز الجري.
وللعدو تجلب حديد تصدي على السبد الحسود وزودت سلالها يا ما رفعت سيف شرعه لا يقص حبل الوريد واجتمع شمل قبل طيحة عمود ظلالها. سلام يا رجال الحمية عد ما اهتز الجري وإعداد ما خلنا على المنشف قال خيالها. أهل الكفوف اللي تمد وللعدو تجلب حديد تسطي على السبد الحسود وزودت سلالها يا ما رفعت سيف شرعه لا يقص حبل الوريد واجتمع شمل قبل طيحة عمود ظلالها. تكاتف فينا صدر من ماضي ما هو جديد لو ينعثر فينا صبي تواجب وحنالها. لا خرمك ننطح بها قشر الصوادف ما نبي عندك تشوف لي عقب تطع زول جبالها. تونس الصدر الفعايل عنده القاع الجلي ما يثلج صدور الحمايل كود زين افعالها. لو في كفوف حيلة اكتب على العقد الفريد جرح مشت له شمر يا شافته يبرالها. لو في كفوف حيلة اكتب على العقد الفريد جرح مشت له شمر يا شافته يبرالها. تلطى على البيدة غضب ودع على اللي هي تريد ما قهقرا عم مطلوبه لو تنعزد حبالها. ما خذينا الطيب درس وطبقه خطوه البليد ولا غطاوي صعبه وحله على حلالها. الطيب موروث لنا والطيب حظ الله سعيد في شمر يلقى سموه طيب الله فالها. اشهر وليده فهد ولا طلب دفع المزيد خاطر الدمع الهنوف وريح الله بالها. يا الرجل يسلك دروب الوفاء عمره مديد والله يضاعف كل حسناته بعشر امثالها. والله فلا يضيم الزمن والله فلا يعاند عنيد دم البطاقة يا قريت شمري رجالها. حضورنا الكريم وتستمر الألحان العذبة وتشدو في مسامعنا مختلفة ومتنوعة بأصيل الشعر والأدب. حضورنا الكريم رحبوا معي بالشاعر محمود بنت عينيك أرماني فليتفضل. شفنا الربع وضعهم عشاهم وقريب مضايقهم الوقت ولا عندنا قصيد كثير ونقدر نقول سير ولكن فيه أبيات كتبتها لنا هن على مزيل اللي تسبب بهن نافع وهن بكم كلكم وضيوفكم. وبيختصر الامور والله انا عندي قصيده بالشيخ فهد خاصه ما هي يعني على مزيل اي والله ولكن عاد ابي اختصر الاشياء على حسب ظروف معازيبنا. تسلم. أبديت لي قاف جميل ثمينة حلو بحلوين النبا والمهابة شمر كرام نفوس ومعربين شمر مثل غيث تتابع سحابة غيث الصخا نبع الصخا الطيبين للطيب طيب وللمحارب حرابة غيث الصخا نبع الصخا الطيبين للطيب طيب وللمحارب حرابة واجمل جمال فعولنا يطنينا وفينا مع الطنية طناخ وذرابة وحن الصخاء حنا نبيه ويبينا ورث لنا ما بعلينا قرابة ورث لأهلنا وفي حنا مشينا بالعسر لو غليت علينا القلابة ورث لأهلنا قبل حاتم سنينا وزيد الذي يمدح نبي جنابه سماه زيد الخير للعارفين سماه بحضور الكرام والصحابة والطيب معنا حاضرا كل حين والموت معنا يدخلنا الضبابة إن جيتنا بالطيب تلقى السمينة وإن جيتنا بالشين تلقى الذيابة نعطي ولا نذكر اليوم إن عطينا نعطي ولا نذكر اليوم إن عطينا لو جاء من المعطي علينا طلابة من طيبنا كل النشامة تبينا ويضا وفانا والنقى والحبابة واليوم زينها ولي علينا صار الوطن واحد وصرنا قرابة نمشي
بخير وبالوطن ساكنين والراس شامخ لو تميل العصابة. واشكر جميع اللي لنا مخلصين واللي سعى بالحفل واللي اعتنى به نافع كريم ومرجال تبينا كرام تنومس في نباه وإجابة. وشكر لله عد فضله علينا والحمد لله عد مرزم سحابة. واختام مضمون الكلام الثمينة تحية لضيوفنا والقرابة. السلام عليكم. حضورنا الكريم، لا نريد التوقف، فالآن وصل بنا الشعر لأطراف السماء وإبداعات لا تتوقف وسطور من ذهب يكملها شاعرنا المميز. رحبوا معي بالشاعر محمد بن صنهات العتيبي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شمر حبكم ما ينجح والقصيد يجي، لكن انا الحين وانا على مركاي ابو فهد احب الوجه الله من علومها الطيبه، وناني بما تحب وجهه تمدح فعوله، لكن طرت لي جوت كتبتها على هالملاحظه في هالجوال. ابو فيصل عفوا. يا ابو فيصل والله انا احبك الوجه الله من فعوله، ويوم علمني رفيقي اللي هو حمود والله فرحت، وافرح انا عند اي طرف عند شمري افرح لاني اعرف اللي في قلبها الطيب من الرجال مداه طويل للروح، من الرجال الطيب من الرجال مداه للرجال طويل للروح، مثل المواد الغذائيه بعضها مداها قريب وبعضها مداها بعيد. الرجل الطيب مداها بعيد يطلب قلبه. اقول اويه وهي والله اويه ما هي بنا لكن عن جد اويه يا راسي على ويش مقعد. لو الزمان من الصواديف طقاك بعض البيوت، لان جاني هالحين الله يسعده هالبيت، بعض البيوت تجيك بالله يسعدك تضربك لاقيلة بذربين الاعماق. فهد يا ابن ثريان لو جيت بنشد عن ويش بنشد عنك يا طلقه الوفاء يا جاه يا جاه من في فك الارزاق يسند، جاهك عظيم الجاه في فك الاعناق. يا دمث وجه الخوض لو قلت ابيدك تجد كل اللي تعرفك للاخلاق. هذه في بنت نيار وعذروني على القصور. اما القصيده الثانيه شوفوا يا شمر هالجهاز مليان قصيد في شمر، شيء يعلمكم وشيء يخليه معي في الخلا. اضرب راسي به انا جاورتكم وخاويتكم وناسبتكم وكلهم طيبات. ما يخالف. هذا جيت لي بمجلس وانا والله ما اعرف من العاليه الواحد ولا اعرف منهم احد الاجواد غير بسمعتهم وقرايه التاريخ، والتاريخ صعب يتجاهل انا. من شيوخ المال وانا ماني بهارجي فيهم، فيهم الطيب وفيهم اللي مغرب ماله. وقالوا هالرجال من الشمال ونسيب هكذا، وقام يتنشدني عن الشيوخ شمر ويذكرهم الشيوخ شمر ومعروفين ومن يحسن شيوخ شمر في كتابه. لكني قلت والعلي قال العلي من هو؟ شيخ طالع عندوبه سكه، لكنها قعدت في صدري وقلتها والله ما اعرف من علي احد. يا شمر انا اعد اللي اعرفه من التاريخ واعرفه شيء من ابوي قبل الواتساب وقبل الكتاب وقبل التاريخ، يوم ما في وسائل، وشيء من قرايتنا اليوم. بسم الله. ابن العلي من؟ شيخ طالع عندوبه، شيخ على شيخته لابد نبدابه، واندبت مع جمله العربان مندوبه يبحث عنه لين يصل من 9 بابه ويحسن القول في هرجه وفي اسلوبه، يوصل في ذرى بيت تنصابه ويقول انا من شيوخ المال في توبه. يا ابن العالي شيخته من كم هو حسابه، والناس تتلي ويقولون والكوبه وتبجل لحظر شيخها ونصابه. ولا انت يا شيخ تلوهي بعقوبه والله يصلنا صيتنا اذا رابه. وانا نزلت الحياه ونزال في دوبه
واخذت منها الشعر من اللي ولابه حتى اخر القاف من شمره ومرغوبه ونرغب الطيب منكم وتحكى بها الطيب مثل الحيا والناس يدروبه واهل النقا مع الابطالات لبابه والدله اللي من سمعتك مشروبه لا بدها عطره الا الرجل وقرابه ساسك على اساس قوه وفعل وصعوبه بيت صعيب كبير ويحسب حساب سمن العراب يزعم الوقت وخضوبه في صفحه الوقت صفحاته ومغرابه سمن العراب يزعم الوقت وخضوبه في صفحة الوقت صفحاته ومذرابه لا الضنايا على الحدين حاروبه في كرمة الضيف ولا الوقت وحرابه شمرها للعز وهاللي غصب محبوبه الحب لجل المحبة ما به وما به وما به طيب يعرف شخص عيوبه حب العتيبي لكم بل ونبني نابه ونشوفها الحب لجل المحبة ما به وما بحب العتيبي لكم بل ونبني نابه ونشوفها في صفايحكم ومكتوبة ولو نشوف الصفايح ما بالشنابي يا معركة يا مكارم ويش فزتوبي يوم اعتكام الرحى والوقت واشضابي يا شمر اللي يا سنجاب ودروبي يا راعي لبل يا معطي ونهابي يا جامع المسافات اشهب شهوبه انوب شمر على سنجار والواب فارس يا جرب اللي على العسر وشدوب فارس ومفرس وفرسان تعزوا بالساقه والسنجار لين اخذوه وضحوا من راس سنجار حولنا بالعقابه ساقوا وسنجار لين اخذوه وضحوا به تراهم يقطعوا نهرين لانه صوت سنجار ساقوا وسنجار لين اخذوه وضحوا به ومن راس سنجار حولنا بالعقابه عبد الكريم الشطير العله الهوبه عله خصيم اليوم انه رجعابه سكر الميدانين لا نووه ونوبه هابوها الاتراك من ضربه ومخلابه في دوله الترك خلى النار مشبوبه وفي حصونها ولع جربه الهابه ايديه تعطى عطايا لو طلب ثوبه يقول خوذه وانا للوقت واشدابه انا خصيم الخصيم اللي مسكوبه ومن دولته يدفع الفرسان واكوابه والله لساتيه من يمناي مخضوبه حتى يكل الحليب برسل تندابه حول على الترك في يمناه مجروبه شلفه وتلفه وسيفه وجود انصابه حمر الطرابيش حاله وبوه بحلوبه سكر المجانين فيها الشر والطابه تعين الطاب شمر وش تعزوبه من هو عيسى العلي وش تعزوابه من هو محمد ومن عيسى وشتوبه وش سطروا في صحيح الوقت وعرابه اخوان نوره واخو رثعه ومن جوبه من يحصي شيوخ شمر في الكتابه المعذره فالاسامي وش تعزوبه اهل الكرم والمكارم وش تعزوابه اليوم النهار عجاج وموت وكروبه شمر طنايا السعد والموت واسبابه سلام يا شمر الطريات مصبوبه دلت عتيبي دلت قصيدي لكم بالطيب صبابه دلت عتيبي ومن عزوه ومحسوبه ربعي عتيبي على الطرف كسابه دلت قصيدي لكم بالطيب مصبوبه دلت عتيبي ومن عزوه دلت قصيدة لكم بالطيب صبابة دلت عتيبي ومن عزوة ومحسوبة ربي عتيبة على الطلات كسابة والشعر مني لكم قد يعبر اسبوب نعمين في بنت سببه ومن جابوا كل القبائل على الافعال مهيوبة وعنها التواريخ تكتب فعل وكتابه وتمت وصلوا على من وضح دروبه بالحق صلوا على نور ومحرابه هذا حمود انا يعني وصلت ال60 الظاهر المهم اني خويد من الريقين والد بعضهم الظاهر طويل وبعضهم مثل حليب اليوم بسم الله الرحمن الرحيم انطلبها يا ريدين واللي طولت عليكم ما انا خارج المسؤوليه عيب الجبرين تراني خارج المسؤوليه يا حمود لك مني معزه وتقدير وقافل الدافع قيدات السمينه اوائله
قطف الرياض المزاهير اللي هب نسناسه وجهها ودينه الديدحان والعب بنواويل وريح الحراره يد على الارض السكينه وقامت تلعب بالطيور وعصافير روض بعيد عند وقت المدينه فيهم سالم تزعج الصوت وتطير وترجع على قاعه تغرد زينها بقطف زهور كبار وصغير وفيهم بيض القحويانه ودنينه ريح يد من الراس خطر به يغير راس يبان مشراه وموعدينه يجيت في راسه فتحت الازارير وعرضت صدري للشمال وشجينه وزعجتني قافل رجس بلا سرير قافل راسه ورحمت والدينه مني لابو ماجد نقيه تدابير ومجمل صفحته سخاها بيمينه ريف الخوي ريف الخوي ينهب يم معاصير وعز الصديق اللي يتحوفه سنينه هذا وانا قلبي يحب الغنادير وراسي على جزلات يقدح رطينه جيتك مذخورا لقى المعابير وعبرت بي شطنك بس فينا قدرت لي خوه وجيره وتعبير وعبرت عبرت عن مكنون قلبك وليله وللجار واللي تحتديها الشواطير من الزمان اللي على الله كنينه وعلى سواياك العظام ومعابير قبول وجهك عذرنا خابرين يا طيب النخوه ترى صحبتك خير مكين تطحن صخه مرخيين يديك تندب الكرم ايديك تندب الكرم للمخاسير ونبى جنابك نادر في حسين يمذم من الاصحاب حشمه وتفسير نباك عن قلبك يفسر ضمين درب الرجال اللي تسعر تسعير ودرب المراجل ورث المواصلين يا حمود هذا وايل القاف تقدير هديته من طيبكم مهتدين نبى نعبر عن ضمير الشخاتير لكم مدام القاف الك مهتوين وقافي خذ المحراب قدمه نوادير وقدمه جبل شمر عسى الله يعين السلام يا شمر عصاة الطوابير سلام اللي فعلكم مدركينه يا ربي ترى ما الحاله خارج التغطيه سلام يا شمر عساة الطوابير سلام يلي فعلكم مدرسينه يا صفحة التاريخ هاتي تقارير هاتي مناتيج الكرم من عرينه شمر عزاة الهجرة دقة وزير ودقة طبور الحرب والمناش طيرة ويجرى شركم شمر عزاة الهجرة لا دقة وزير ودقة طبور الحرب ومناش طينه ابهم نشاط الدق جمع المغاوير وكسر الحريق اللي صخى ضحى قاض عينه صوراتهم من سداد الفواتير حكم الغطر حكم من حاكمينه فيهم كرم حاتم وفيهم سعاطير هات يا تاريخ اللي من عرينه سبع السباع اللي تسجل تسنجير عبد الكريم اللي بعوله حضينه من راس سجاره من راسه سناجير والله اني اعرف عبد الكريم وانا ابو 5 سنين من ابوي وهاك الحين ما في صراحه اعرف سيرته وانا ابو 5 سنين احب الشجر عبد الكريم اللي بعوله حضينه من راس سنجاره براس السناجير هد الحصون الموثقات الحصينه في دوله الاتراك ولع سمهرينه فعل من التاريخ وموثقينه لقوا خوذه يدينه دنانير وراسي على الصكات يطحن طحينه قبل التفاخر في النسب عينه خير ما ذم منام ما ذم حد وامدح رجال ذمينه شمر سنه راس المناره سنانير قبيلته صمه وطمه ومينه سلام يا برزامه من عواثير الفعل قبل تهدم وكدينه في صفحه التاريخ سطر سواطير الفعل ما يمحى فعل كاتبينه ابو الرشيد اللي تعلل مسايير وسادت مناديبه ونوخ بعينه للكايدات ابو الرشيد اللي تعلل مسابير وسادت مناديبه ونوخ بعينه للكايدات اللي تشبت وافين وتكابس النيران لمطابعينه تطمع بها الليله وتصبح شعاثير تتوب عند درب الخطم ناس يتوب عند توب عند درب الخطم ناس عينه ومزبانها الجبه زبل السعاطير ومسطرين الفعل قدام حينه لا ذبعزات جبالها للنواحير عدوهم لقوا طننا حرينه نزلت مال الطيبين انا مرير طيب الكرم فيهم مسمن حينه على جناب رمسيس
زمن العساسين هذا الخطر على اللايد محتمينه إن جيت أعد فعولكم والدساتير دستور قافي وتعبت نبرتينه عديت مخفيت الشيوخ الأشاوير وشرب خصيم اللي بل الله بحينه سقلط ولا قاب رسال محاسير يا محسر من راس شيخ ورهينه وعرج على رعد دلال المباهير لقات بالتمياط ينبر زينه وبشري معاصيه تطوابير على العصا اعصر من مدورينه وذنول بن ثنيان زبن العواسير بيت الجاه يحتمي زابنينه يا شمر عدونا والله ما ينحصون شيوخكم لكن اللي قدرناه جبناه على العصا اعصر من مدورينه وذنول بن ثنيان زبن العواسير بيتم جاه يحتمي زابنينه شيوخ المواقعه هداد وطير وشلع الزلزال ضلع وبطينه من جيت اعددهم طول المشاوير ما ينحصي بعلن هذا كاتبينه هذا وانا من لافت للحفافير ما يلحق في سدهم باحثينه لا هذا وانا من لابت للحفافير ما يلحق في سدهم باحثينه من لابه من الطايف اليمن عن النيل وحتى مثل خشملجم الواسمينه يوم منها المكاسره الكواسير يا منكسر من فارس قال عينه اعتيب الهيله هيال المدابير وتاريخ يوم مسحوقينه وفي مدحهم فخر وعساهم مداخيل ربعها للهيله العزاها الرصينه وتم قافها يا المشاهير والعذر منكم حق يمتن بينا وسلام حضورنا الكريم مشاركة من الأخ صغير بن علي أبريتي فليتفضل. مساكم الله بالخير الجميع. مبروك عليكم الخير. وبيض الله وجه ابو فيصل اللي يتسبب في الجمع المبروك، لا ابو فيصل بن ثنيان ولا ابو فيصل نافع. احييكم انا معزب عند ارجع اعتبر نفسي معزب وجار اللهم والف نعم بالجميع. احيي بالجميع واحد واحد. اما العتيبي مدح ابو خوذ يا جربه والجربة أنا سامعي له ما أنا لاحظ ملاحيته. عليك زوج. وبشتي لو بعطيه العتيبي بشتي حق نفرين ما ينزل العتيبي. وسيارتي لو بعطيه العتيبي ما تجمد تدسل. لكن أطلب من الله ثم منكم بحضور شمر الليل إنكم توجهوا لي على العتيبي أبي موعد عشاء ولا غدا. يحددوا بنفسه على حساب ابو خوذه وحدر الارض. حضورنا الكريم مشاركة من الدكتور صالح الكيان فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أتوجه بالشكر الجزيل لكم لأنكم سمحتون لي شرف التحدث أمامكم. أنا الطبيب صالح عبد الكريم كيان، عملت في هذه البلدة الطيبة منذ 10 سنوات، وقدر الله علي أن يحصل لي حادث أثناء عملي في هذه المدينة الطيب أهلها. وفي هذا الحادث حصل لي فتر تحت الركبة، ولكن المفاجأة هي موقف أهل هذه القرية الطيبين من كبيرهم لصغيرهم. وأنا من خلالكم أتوجه بالشكر لأهل الحفير كافة من صغيرهم لكبيرهم، وبالأخص بالذكر الأخين نافع محيا العجي وفريح حجي سنيان اللذان رافقاني لمدة أكثر من 3 أشهر، وذهبوا معي إلى الرياض وذهبوا معي إلى سوريا، ولم يتركوا أي طريقة من طرق المساعدة إلا ساعدوني. وكذلك جميع أهل الحفير الذين لا أعتبرهم ولا أحسبهم إلا أهلي، ولم أشعر بلحظة وأنا السوري بينهم بأنني غريب أو أنني غريب عنهم. وهذه طبعا من بعض شيمكم ومن بعض كرمكم ومن بعض عطائكم. وأنا إذا أتحدث ذلك أمامكم إنما أردت شيئا بسيطا من الجميل الذي عملوه معي منذ 10 سنوات. وفي الختام أتمنى الخير لهذه البلد الطيب ولجميع أهل المملكة، وأتمنى أن يعود جنودكم البواسل من ساحات معارك منصورين بإذن الله.
وأن ينصرنا على طاغية الشام بإذن الله، ولن أطيل عليكم، ولكم جزيل الشكر. هلا بالليل فانا وحياه قلته وانا قلبي من الشوق ضامي ربيع قلبي مثلكم واتمناه انه يشرفني وهذا مرامي عيدنا والثالث على القلب محلاه تشريفكم لديارنا يا الحشامي باسمي واسم ربعي هلا العز والجاه من وين ما جيتوا هلا يا الكرام اهلا هلا بالليل فانا وحياه قلته وانا قلبي من الشوق ضامي ربيع قلبي مثلكم واتمناه انه يشرفني وهذا مرامي عندنا والثالث على القلب محلاه تشريفكم لديارنا يا الحشامي حنا يا حضر ابو فيصل ما لنا حزم، ابو فيصل هو العز. يقول نافع سب والله يحييكم الجميع. سب والله يحييكم الجميع. ممدوح الضراو وخرف بن معيني كلها بركه. وانت مبروكين اللي حضرت الليله الجميع منكم يا شيوخ الجميع منكم. عيدنا والثالث على القلب محلاه تشريفكم لديارنا يا الحشامي باسمي واسم ربعي هلا العز والجاه من وين ما جيتوا هلا يا الكرامي باسمي